بعد أن تم إعدامه رميا بالرصاص بحضور أولياء الدم تنفيذا لحكم الإعدام الصادر من المحكمة، تم تسليم جثته لأقربائه الذين أخذوه بدورهم لغسله وتكفينه. وبعد مرور ساعات من إعدامه وقبل دفنه بعث علي حيا من جديد، حيث تم نقله إلى المستشفى، وهناك تم التأكد من أنه ما زال حيا وأجريت له الإسعافات الأولية ونقل إلى العاصمة صنعاء لتلقي العلاج، وها هو اليوم حي يرزق. نتابع. علي المنتصر العائد من مشارف قبره أحد أبناء محافظة المحويت، قصته مع الموت وإفلاته منه تفوق الخيال. تبدأ تفاصيلها مع دخوله السجن المركزي بمحافظة المحويت بتهمة القتل العمد، حيث قضى المنتصر ما يقارب 11 عاما خلف القضبان، إلى أن صدر ضده حكم القصاص النهائي المتضمن إعدامه رميا بالرصاص. وحين جاء موعد تنفيذ حكم الإعدام يروي لنا المنتصر حكايته مع الموت. خرجت إلى هانا ما ذاك الساعة وقاموا يتراشوهم، قلت لهم لا تراشوا ولا أنا مأمن بقضاء الله وقدره وما كتب لي الله سبحانه وتعالى شخوذه. خلاص قالوا يلا نفذ حكم الله ورسوله. أملت ركعتين وقريت يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، والتين والزيتون إلى آخر السورة. وشهدت وهللت وامتثلت لأمر الله، خلاص قلب أجونا وشهدت وهللت ونفذ حكم الإعدام. هنا حدثنا كيف سمعت أول طلقة رصاص، ما الذي جرى لك وانت في هذا الحال؟ طلع نور من الأرض وأنا أبصر إلى السماء. أول ما بس طق وخلص ولا أدشرت بأي حاجة وخلص وانتهيت من أول صوت. من أول صوت ولا ألمت بأي شيء. عندما شاهدت طيب النور طلع من الأرض إلى السماء وأنا أبصر نور أبيض وخلص ولا أدشرت بأي حاجة. أول طلقة ولا أدشرت بأي شيء، لا ألم ولا شيء ولا أي حاجة. نحمد الله ونشكره. بعد تنفيذ حكم الإعدام قامت النيابة العامة بتسليم المنتصر جثة هامدة لأقربائه، ومن خلال شواهد وأثر الرصاصات التي اخترقت جسده، وحتى أنها اخترقت أيضا الفراش الذي كان يرقد عليها المنتصر أثناء تنفيذ الإعدام، يأس أقرباؤه من حياته وظنوا جميعا أنه قد فارق الحياة، وهو ما جعلهم يتباطؤون عن إسعافه، فبقى أكثر من 6 ساعات مقطع ليأتي وقت غسل الجثة. وهنا كانت المفاجأة. تم الإعدام الساعة 10:30 صباحا، تم الإعدام واستلمنا الجثة يمكن الساعة 11 من السجن المركزي حق المحويت، ثم نزلناه إلى المستشفى نكفنه، وقد اتصلنا إلى البلاد أن يحفروا له قبر خلال حوالي 6 ساعات وإحنا نمشي في الطريق. ما دريت هكذا وأنا قايم بالسقف حق المستشفى وأنا أشهد وهلل، أشهد أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشهد أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نزلنا للمستشفى نشتي نكفنه، لا والله علي ينطق الشهادة، ينطق الشهادة. فجبنا الدكتور إلى عنده، قال الدكتور شافه بالسماعات، الدكتور جزاه الله ألف خير، وشافه وقال إنه هو بخير، يحتاج إلى دم. فحبوا أهل الخير أسعفوا بحوالي قربة دم. على إثر ذلك تم نقل الدم للمنتصر، من ثم نقله من محافظة المحويت إلى أحد المشافي بالعاصمة صنعاء لتلقي العلاج وإجراء عمليات الترقيع، والتي تكللت بالنجاح، ليظل المنتصر على قيد الحياة ترافقه عناية القدر الإلهي، يتمتع بصحة جيدة. على الإنسان أنه يتقي الله، أي إنسان أن يكون يراقب الله في كل معاملته، والصلاة هي عماد الدين. إذا قمت الفروض الخمسة الذي فرضها الله عليك فتكون مطمئن مرتاح بقضاء الله وقدره ولم تشعر بأي حاجة. فعلى كل مؤمن أنه يتقي الله ويصلي الخمسة الفروض ويصوم الصوم الذي فرضها الله عليه سبحانه وتعالى، ويظل إيمانه بالله سبحانه وتعالى قوي ولم يهتز له أي مشاعر. ندعي الناس بتعاون مع علي المنتصر في هذا ما قضى له من غرامة في المستشفى، وعد ما يقضي له غرامة في ما يطلبوا أهل الدم، فنرجو من أهل الخير أن يتعاونوا به في
أهل الخير ويشوفوا ما حدث هذا قدرة إلهية. أن ندعو أهل الخير أنهم يتساعدوا معنا جزاهم الله ألف خير في حق المستشفى. بارك الله فيهم. حادثة بقاء المنتصر على قيد الحياة بعد إعدامه رميا بالرصاص أثارت الذهول والدهشة لدى كل من سمع عنها أو عاش مع تفاصيلها من قريب. تبقى الأعمار بيد الله، هو الذي يحيي وهو الذي يميت. ناصر الدبا، برنامج اليمن في أسبوع، قناة أزال الفضائية.